شلونكن؟ ايش اخباركن؟ طمنوني عنكن، ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب وانتوا عم تشوفوا فيديو لليوم. اول شي ما ننسى نكسب الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبحب اقول لكم دخلت جديدة على القناة تشترك وتفعل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد انا بنزله. وما تنسوا اهم شي لايك وتعليق حلو منكم. وهلأ بحب أرحب بكل صبية دخلت جديدة على القناة واشتركت، بقولكن أهلا وسهلا فيكن، والله فرحت من كل قلبي. ما توقعت يعني إنه هيك، والله العظيم يعني لما شفت هيك إنه كلكن دخلتوا واشتركتوا بالقناة وتعليقاتكن الحلوة، عن جد انتو كفو وقدة وقدود والله العظيم. والله هيك يسعدكن ويجبر بخاطركن يا رب ويحفظكن، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله هيك رح أجاوبكم كم سؤال انسألت عليه بإذن الله. وهلأ خلونا نبدأ. هون أول ما يعني أنا فقت الصبح كان عندي موعد بالمشفى، وهون صار لي فترة أنا شو بدي أقول لكم إنه عم بشكي من وجع كتفي هلأ من زمان. أنا في بالفيديوهات السابقة أنا منزلة فيديوهات وحاكية وكل شي إنه كان عندي وجع بالرقبة ونزل على الكتف، والله كتف التاني صار يوجعني، يعني هيك صار فيني، عرفت شلون؟ وصراحة خفت كتير كتير خفت، يعني صار مرتين صورت بيقولوا لي إنه في انحراف بالرقبة، يعني شلون بدي أقول لكم ميول. وهاد بده علاج يعني فيزيائي وبتعرفوا بالمشافي بيقول لكم راحة ومدري إيش شو من هالحكي، وما تشيلي شي تقيل، والنوم بدها تكون منيحة ومن هالحكي يعني. بس هلأ أنا كتير صار كتفي يوجعني اليسار وهيك يعني لمّا رحت طلبت لي صورة رنين مغناطيسي. هاي الورقة يلّي شِلتها أنا كان هاد موعد، وموعدي لسه طويل يعني لسه لشهر الجاي. والحمد لله رب العالمين، ادعوا لي هيك عن جد كتير 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 خايفة بصراحة. يعني كلّن قالوا لي إنه شغلتها بسيطة هيك، بس لمّا عم باتفرج على النت بيقولوا إنه هذا التصوير بخوّف وهيك يعني. هلأ بتركيا بيقولوا إمار، هو الرنين المغناطيسي نحن بنقول له. ما بعرف يعني الحمد لله رب العالمين. وهون متل ما شفتوا أنا بعد ما رجعت هيك على السريع فنجان قهوة بسرعة بسرعة، بعدين قمت وفتحت هالشبابيك، يعني طبعًا أنا فاتحة الشبابيك بس البرادي هوّي البيت، وكالعادة يعني عندي هيك حوسة على الخفيف وبدي أساوي طبخة. أنا لإنه هون ليش رحت وإجيت بكير، يعني إنه كان موعدي الساعة 09:30 10 تقريبًا هيك شي. قبل ما رحت وإجيت والإجراءات هاي والدور يعني الموعد وكل شي، المهم خلّصت وإجيت، وبعد ما شربت القهوة هيك فطرنا فطور خفيف، وبعدين قُمت على طبختي وبنتي قامت على الحوسة. هلأ هون لمّا بيكون عندي هيك طبخة ما بيكون في عندي حوسة كبيرة، لأ، إنه حوسة كتير بسيطة، شطف البراكين مثلًا، هدول الأساس يوميًا يعني مشان الغبرة وهيك يعني. وكمان البيت تكنيس ومسح بس هيك يعني كتير شغلته بسيطة، هي الحوسة اليومية أنا بسميها. هلا هون الفيديو شلون بدي أقولكن، أنا صار عندي حماس بصراحة، قلت بدي أنزلكن هيك فيديوهات حلوة، وإن شاء الله بإذن الله هيك يعني لازم بقى يكون عندي حماس حاجتي. بس قلت لكم والله هيك من كتر ما كنت إنه مثلا كتفي عم بوجعني ورقبتي وهيك، يعني الصراحة ماني مبسوطة كنت، بس عن جد اتحمست يعني وقلت لأ خلاص بدي أقوم وأتحمس وأصور وبدي أساوي هيك روتين يكون حلو كتير كتير يعني. هلا هون متل ما شفتوا الطبخة هي أكيد عرفتوها. بدي أساوي كبسة، وهي كبسة هلا هي كتير شغلة. طب أنا بالنسبة لإلي بحسها شغلتها بسيطة، يعني إنه ما بدها هيك شغل كتير، بس المكونات تكون جاهزة. وهون كنت عم بصور أنا بالعادة بافرُم يعني كنت أفرُم وهيك أضبّط الأمور يعني، متل الخضرة، الفليفلة الخضرا، الحمرا، البصل، هدول الأشياء. قام جيت لقيت بنتي فرمتهم حضّرتهم، قالت لي: "ماما مشان تصوّري." قُلت لها: "إيه بدي أصوّر بس خلّيني أصوّرهم على الكاميرا يعني أفرمهم وأنا عم باصوّر." قالت لي: "يالّا ما بيأثّر أنتِ احكي." هون كنت عم باحكي بالفيديو بعدين شِلت الصوت لإنه ابني كتير صار يضوّج، وقُلت خلص يعني باحكي فيه أحسن. هون متل ما شفتوا حطّيت بصلة وحطّيت الفليفلة الحمرا والخضرا تقلّوا شوي، وبعدين حطّيت المطيّبات اللي هي اللومي، وحطّيت عوض قرفة 2، وحطّيت كمان ورق الغار وحب الهيل، ما بعرف إذا رجعت ذكرتُن، المهم هدول هن. وبعدين التوم المفروم كمان ضفته، حطّيت شغلة سنّين 3 توم مفروم وبس. بعدين هم بعد ما تقلّوا أخدوا لون بسيط حطّيت الدبوس والفخاد، الدبوس هذا نحن بنقول له. هلأ في ناس بتحط فخاد، في ناس تحط فرّوجة كاملة، في ناس بتحط صدورة. هلأ أنا بالنسبة لإلي باحب يا إمّا الدبوس يا إمّا الفخاد الكاملة يعني. أي والله هون متل ما شفتوا أنا قلّبتن تقليبتين 3 وشوي صغيرة وغطّيتن، ورجعت كمان
أنا أروح وأجي يعني شي 4 5 مرات أقليهم وأقلبهم كتير. والبندورة هلّأ ما ضفتها كلّها لإنه البندورة كتيرة، بنتي فرمتها كلّها ما بتعرف يعني وما سألتني، بس أنا هيك إنه البندورة لازمتني يعني، على الحالتين بدي أفرمها، واللي بيزيد باحطّه بالفريزر ما بيأثّر عليه، بس بدي أطبخ طبخة إنه خلص باطالعة. هون البهارات كنت عم باحكي لكم عنّا، البهارات هي الكاري وكركم وبهار الحلبي اللي هو ال7 بهارات، وكمان بهارات الكبسة اللي عم بأشّركن عليهم كلّن نظامي عم باحكيهم. وكمان هون هي المعلقة يلّي شِلتها قُلت لكم أنا جِبت بهارات كبسة حدّة، هيك قال لي بالماركت السوري لمّا رُحت لعنده، فخُفت ما تطلع طيبة قُلت باحط معلقة من هون معلقتين من هون، أنا بهارات الكبسة باحب أكتّرها شوي. هلّأ بهارات الكبسة العادية اللي عندي موجودة قُلت لكم عليها، بس هي المعلقة هي حدّة، أنا حسّيتها ما فرقت معي يعني بعد الطبخ يعني. وحطّيت بودرة توم، بودرة بصل، حطّيت فلفل أبيض، وحطّيت كمان الزنجبيل، من كل شي معلقة، معلقة على الماشي. وأنا بالعادة كمان باحط اللهم صل على النبي، الهيل المطحون بس ما كان متواجد عندي، وحتى اللهم صل على النبي في شغلة تانية ما كانت متواجدة، مع إنه جبت البهارات كلّها ونسيت هدول الشغلتين. اللهم صل على النبي أتذكّرها، القرنفل، هاي ما كانت متواجدة عندي، هو لازم إنه يكون بالكبسة بس والله ما كان موجود وما في حدا يجيب لي. بعدين هو متل ما شفتوا حطيت البندورة وقلّبتهم تقليبتين 3 وبعدين ضفت معلقة دبس فليفلة مشان هيك الحدودية بتعطي طعمة طيبة، لإنه الفليفلة الحمرا والخضرا يلّي عندي حلوة ما هي حادة. وبهالطريقة غمرتهم بالمي وعفتن ليغلوا ويستوي الفروج على الكامل. وهون بهالأثناء هي قُمت بدي أسوي صلصة الدقوس. الصلصة هي بتتاكل مع الكبسة كتير كتير طعمتها طيبة، واللي ما بيجرب اللي ما بيساويها يعني أكيد كلكم بتعرفوها يعني، بس إنه اللي ما يعني ساواها يجربها عن جد كتير طيبة، وبالذات إذا كانت حدّة. هلأ أنا حطيت لها دبس فليفلة ليش؟ لإنه أنا الفليفلة قُلت لكم عندي ما هي حدّة. حطيت بصلة، سنّين 3 توم، حطيت فليفلة خضرا، فليفلة حمرا متل ما شفتوا، وحطيت نعناع متل ما لكم شايفين، وباحط بقدونس والبندورة، وكمان باحط اللهم صل على النبي باعصر ليمونة أو ليمونتين حسب إذا كان الليمونة صغيرة عندكم افرموا تنتين، هلّأ اللي عندي صغيرة حطيت تنتين أنا، وإذا كانت الليمونة كبيرة حطّوا ليمونة وحدة. وبهالطريقة هيك عصّرتن كلّن حطيتن وباخلطن بالمكسر. هلّأ في ناس بتعملها محضّرة الطعام، أنا باشوفها كمان بتصير بس أنا باحبها بالمكسر أكتر، باحسّها إنه بتنطحن بتنعم أكتر يعني عرفتوا شلون؟ وكمان زيت زيتون شغلة معلقتين 3 أو نص كاسة شاي يعني. بهالطريقة كلّه باخلطه. هلأ إذا ملاحظين أنا ما حطيت كل الكمية ليش؟ لإنه اتعبِّت العلبة عندي هي الوعاء اللي عم باشتغل فيه، هلأ باخلطه شوي لحتى هيك ينزل وبعدين باكمّل الباقي باحطّه فوقه. هلأ هون البهارات حطيت رشة نعناع، رشة بهار، وحطيت ملح، وحطيت كمان كزبرة يابسة، وبس هادول هنّن. وكمان معلقة دبس بندورة بدّها، هي شغلتها وكتير كتير طعمتها طيبة عن جد جربوها وما بتندموا. وهلأ خلّونا نحكي، في صبايا سألوني أنتِ من وين وشقد عمرِك وهيك، أنا من سوريا، سورية من حلب، ومقيمة حاليًا بتركيا بإسطنبول. هلأ إسطنبول بتعرفوا هي قسمين، أنا ساكنة بالقسم الآسيوي مو بالقسم الأوروبي، والحمد لله رب العالمين، وعمري 30 سنة وعندي 3 أطفال. الله يخلّي لكم ولادكم يا رب، عندي صبيين وبنت، والله يخلّي لكم ولادكم. وبالوقت الحالي ما عندي شي يعني إنه باطلع باصوّر هيك روتيناتي، باصوّر إنه متل ما لكم شايفين هيك طبخة، حوسة، شغلة، إنه روتيني اليومي يعني عرفتوا شلون؟ أنا بالنسبة لإلي مثلًا أنا مالي طالعة مالي فوتة، ما في حدا هون حوالي يعني، طبعًا في حوالي أنا مثلًا قرايبيني، أهلية جوزي، بس يعني أنا بالنسبة لإلي أنا بيتوتية يعني مالي طالعة فوتة كتير. آآ بهالبيت مثلًا قُلت إنه ليش ما أنا مثلًا باساوي لحالي شي، بافتح قناة وباشتغل عليها وهي تسلاي وهي شغل، وإن شاء الله هيك الرزّاق رب العالمين والله يرزقنا ويرزقكن يا رب، وإن شاء الله هيك بمحبتكن وبهمتكن بتكبر أكتر وأكتر، والله هيك يحفظكن يا رب ويجبر بخاطركن، الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله كمان أنتم ما بتقصّروا، وإيش بتحبوا أقدّم لكم روتينات أو أي شي اكتبوا لي بالتعليقات وإن شاء الله ما باقصّر. وبارحّب بكل الصبايا من وين ما كنتوا تكونوا، 100 أهلا وسهلا فيكن، كان من العراق والّا كان من مصر،
والّا من المغرب كلكم يعني عم باشوف تعليقاتكم هيك والله عم بافرح كتير، وحتى من السعودية، يعني من وين ما كنتوا تكونوا 100 أهلا وسهلا فيكم وبتنوروا كلّياتكم. وعن جد بالفيديو الماضي أنا هيك أشوف التعليقات وما أترك التليفون من إيدي، هيك بدي أتفرّج ومبسوطة كتير والله انبسطت كتير فيكم. وهلّأ هون بنرجع للطبخة. هلأ هون أنا حطيت طبخة على النار، وطبعًا بنتي كانت عم تشتغل، يعني هلأ أنا لمّا بيكون عندي مثلًا طبخة أو أي شي، أنا باشتغل شغلة وبنتي بتشتغل شغلة. يعني أنا لمّا كنت عم باطبخ بنتي كانت مستلمة غير شي، عرفتوا شلون؟ يعني هي مستلمة الحوسة وأنا مستلمة بالمطبخ، يعني عم باشتغل مثلًا طلعت جلية من هون، طبخة من هون، شغلة من هون، أنا يعني إنه طبعًا مالنا دورية لأ، بس إنه أنا لمّا باكون عم باطبخ بنتي مثلًا تستلم الحوسة، أو إذا كان عندنا حوسة ما عندنا طبخة بنشتغل سوا، حسب يعني. والله. وهون متل ما الكم شايفين كانت الطبخة عفوًا الفروج لمّا استوى حطيته بقلب الصحن البايركس وبدي أحطّهم بالفرن، يعني بدي أحمّر الفروج، عرفتوا شلون؟ هلّأ بدي أسحبه من المي وأحطّه بالفرن، وبعدين إنه بعد ما أحطّه بالفرن بعدين يعني إنه بس أطبخ الرز وهيك باحطّه على وش الرز، عرفتوا شلون؟ هلأ في ناس بتساويه من دون مثلًا ما تحمّر الفروج، كمان بيطلع كتير طيب. كتير، كتير بيطلع طيب، يعني ما في فرق إنه مثلًا إنه لو إنه أنا بالنسبة لإلي إنه لو ما حمّرت الفروج ما بيأثّر معي، بس عندي جوزي وولادي بيحبوه هيك، عرفتوا شلون؟ إنه أحمّره بالفرن. هون غسلت الرز وطبّيته، هلأ طبّيت الرز يعني بدي أطبخه، وبتعرفوا رز الكبسة أنا باحسّه ما بطوّل أبدًا، يعني عن جد بينطبخ بسهولة، باحسّه إنه هيك يعني ما له إنه طبخه مو صعب أبدًا يعني، عرفتوا شلون؟ والله هلأ هون بدي أعيفه يستوي على أقل من مهله، أنا ما بارجع باحركه ولا شي أبدًا، غير تحريكة واحدة بس غليت المي باحركه هيك تحريكة بسيطة وبارجع باغطّيه وباوطّيه على الهادي يعني، على نار هادية. هلأ هون بدي أساوي الخيار بلبن، هلأ أنتم إيش بتحبوا تاكلوا جنب الكبسة؟ هلأ في ناس بتحط سلطة، في ناس لبن إنه شلون بدي أقول لكم عيران، يعني لبن مروّب يعني ما باعرف إيش تقولوا له. يا إمّا خيار بلبن، هلأ نحن بنحب خيار بلبن أو ما بتفرق يعني، كلّه نعمة كريم، بس أنا بالنسبة إلي بافضّل إنه الخيار بلبن باحبّها أكتر يعني، عرفتوا شلون؟ هلأ هون حطّيت اللبن وحطّيت الخيار متل ما شفتوا، بس في شغلة هلأ رح تشوفوها، هلأ أنا بالنسبة لإلي ما باحب التوم، مو قصّة ما باحبّه بالعكس باحب التوم، بس أنا بيأذي لي معدتي. يعني اللي عنده قولون عصبي يمكن بيعرف هاد الشي، التوم صح بيقتل السموم بس بيأذي المعدة، اللي عنده قولون عصبي بي بي باحسّه بهيك المعدة بتتشنّج منّه ما باعرف شلون يعني، أنا بالنسبة لإلي بيأذي لي معدتي. وهون حطّيت بعد ما خلطتن كلّن مع بعض وحطّيت هيك كسرته شوي بمي باردة، شِلت صحن على جنب والباقي حطّيت له توم. متل ما الكم شايفين، يعني للعيلة كلّها حطّيت، بس أنا حطّيت صحن لإلي على جنب إنه ما فيه توم هيك. طبعًا بالتوم أطيب، بس يعني إنه خلص بده يضرني، عرفتوا شلون؟ لأ ما بدي أنضر أنا، خلاص بس هيك. ومتل ما شفتوا هون بعد ما حطّيت كل شي حطّيت له ملح كلّه خالص، حطّيت له رشة نعناع متل ما شفتوا، وهلّأ هيك باحركه وبدي أحطّه بالبرّاد ما رح يعني إنه فورًا أسكبه يعني، عرفتوا شو بصحون؟ مشان هيك يبرد شوي. قُلت بيبرد شوي. هون بعد ما شِلت الصحن حطيت الاتنين بالبرّاد منشان يبردوا، لإن بتعرفوا الدنيا صيف فورًا، مع إنه حطيت مي باردة وحتى اللبن كان بالبرّاد بس شوب يعني. بهي الطريقة متل ما شفتوا هيك يعني، وكل واحد يمكن طريقته شكل ما بعرف، يعني أنا بالنسبة لي هيك باساويها يعني. وهلّأ هون عم بورجيكم كمان بنتي صوّرت الله يعطيها العافية، قالت لي ماما باصوّر مشان تنزّل فيديو كامل ما يكون ناقص شي. هلّأ هاد الفيديو بده يكون شوي طويل معلش. بدكم تعذروني، هلأ أنا ما باحب الفيديو كمان يكون كتير طويل، ليش؟ مشان ما حدا يمل، عرفتوا؟ بس معلش هالمرّة بدكم تعذروني لو طوِل شوي الفيديو، معلش اتحمّلوني. وهون كانت عم تمسّح أول شي، بنمسّح الطاولات وكل شي بهالطريقة، وبعدين إذا بدي أكنّس أو شي يعني هيك. هلأ هون بعد ما كنّست وخلّصت، عفوًا بعد ما مسحت، أول شي بنمسح الغبرة كلّياتها، بعدين بنكنّس الأرض بالمكنسة الكهربا. ليش؟ هلّأ يمكن تقولوا لي ما في سدّاج ما في شي، إنه ليش عم تكنسي بمكنسة الكهربا؟ لأ، عن جد هلّأ على الكاميرا ما ببين متل الواقع بصراحة،
هلأ هون بس هلأ لإلكن هون كانت عم بتفك المروحة، وأنا عم باقول لها إنه لا تفكيها مشان ما نخربط شلون بدي أقول لكم إنه بعدين نركّب، قام قالت لي: "لا، لأ ما بيأثّر." المهم فكيناها وليّفتها ورجعنا ركّبناها، لإنّي بتعرفوا المراوح هلأ من كتر ما عم تشتغل بتحسّوها بتتوسّخ بسرعة، يعني بتتوسّخ بسرعة وما بتعطي الهوا هيك مضبوط بتحسّوه، فما بعرف. والله هيك متل ما لكم شايفين ليّفتها كلّها. طبعًا أنا في عندي مروحتين، هدول المروحتين تنتين اتنضّفوا وانشالوا على جنب، يعني طبعًا ما خلّصنا يعني إنه الصيف لأ، هلأ الجو كَسَر عن قبل يعني. مثلًا أول الصيفية، بدي أقول الشتوية، أول الصيفية كان كتير شوب، شُفتوا هالهجمة الشوب اللي إجت، بس لأ الحمد لله هلأ كَسَر الجو، بتعرفوا يعني الحمد لله. والله، بس عرفناهم على جنب لأ، عم نشغّلهم بعض الأحيان يعني، بس أحسن من قبل الحمد لله. وهون كنّست الأرض وكنت عم باحكي لكم إنه الأرض ما بتنضف إذا ما كان في مكنسة على الكهربا، لإنه دائمًا فاتحين الشبابيك وباب البلكونة. أنا عندي بلكونتين، مطبخ وكمان بالأوضة التانية كتير بيدخل غبرة والشبابيك مفتوحة إجباري، يعني هلّأ اليوم إذا بدي أمسح من دون ما أكنّس الغبرة بدها تروح وتيجي مع الممسحة، عرفتوا شلون؟ لأ بافضّل التكنيس أول، أشفط كل الغبرة بعدين أمسح، باحس إنه هيك أنضف يعني بيصير. بقى ما باعرف مين هيك بيساوي، يعني هلّأ في أغلب الناس بالصيف بيشيلوا المكنسة، ما بيحطّوها على الأرض أبدًا. لأ أنا ما باشيلها لا صيف ولا شتا، وصيف والشتا بده يتكنّس البيت كل يوم فيها. ما باعرف أنا هيك بالنسبة لإلي وهيك يعني إنه عقلي خلص كل يوم بدي أكنّس، صيف، شتا، من زمان أنا هيك يعني مو من هلأ من جديد لأ أبدًا، يعني إنه لازم صيف، شتا يتكنّس البيت وينمسح، وبالذات يكون في مكنسة كهربا. بس ما كان عندي مكنسة كهربا، هلأ أيام كتير تعطل عندي المكنسة، أجن ما أحسن، أحس البيت وسخ، مش قد من نضّفته أقول البيت ما عاد ينضف، خلص وسخ البيت، أضل هيك مكركبة أحس حالي. بس لمّا تيجي المكنسة أقول هلأ نضف البيت. أقول هلّأ نضف البيت خلص. وهون كمان شطفة البراكين، بس ما تعتبوا هيك. قُلت لها: "لبندي أنتِ مصورة الله يعطيكِ العافية بس الله وكيلِك دوّختيني، الكاميرا مو تروح وتجي." هلّأ هي ما بتعرف تصوّر بنتي، بس يعني الحمد لله طلع معها شي منيح يعني بما إنه هي ما بتعرف تصوّر، عرفتوا شلون؟ بقى أنتم أعطوني رأيكم بشغلة وهيك يعني. إن شاء الله هيك يكون عجبكم. بس قُلت لكم أنا ما بتعرف هي وأول مرّة بتطلع بتصوّر، مو أول مرّة بس إنه ما دائمًا بتصوّر. هلّأ في بعض الفيديوهات كتير مصورة فيُّن، بس إنه هيك تصوير تبع الحوسة لأ مالها مصورة فيه، عرفتوا شلون؟ أنا بالعادة باصوّر روتين الحوسة وهالقصص هي، بس هي بتصوّر لي مثلًا طبخة خفيفة أو مثلًا القهوة، فنجان القهوة إذا بدها تساوي القهوة. بس أمّا هيك حوسة ما بتعرف. بس إنه بالنسبة إنه هي أول مرّة هيك بتصوّر لأ طلع شي منيح معها. هون بعد ما خلّصت وخلّصت بنتي المطبخ، طبعًا كل وحدة عم تشتغل شغلة، عرفتوا شلون؟ جيت أنا هون بدي أحمّص المكسرات، عندي شوية كاجو أو عوجة إيش تقولوا لها أنتم؟ هو اسمه يا كاجو يا عوجة ما باعرف، هلّأ أنا باقول له كاجو يعني. وفي عندي لوز طالعتن وقُلت بدي أحمّصن، أنا خالطتن ببعض يعني. وهون إذا لاحظتوا عندي الكاجو واللوز، إذا لاحظتوا اللوز آخد لون حلو بس أمّا الكاجو أغمق. هلأ أنا بالفيديو في مرّة أنا حكيت فيه إنه اللوز ما بياخد لون بسرعة لمّا على التحميص يعني بتحمصوه. وبهاي الأثناء أنا باعرف هادا الشي بس كانوا مخلّطين مع بعض، مو يمكن ما يزبطوا إنه أبرك أضل ساعة وأحط أنقّيهم وحدة، وحدة، لأ. هلأ أنا كنت جايبته وخلطتهم مع بعض، أنا يكون إلي خبر هيك بس إنه ما خلطتن، لازم يتحمّصوا كل واحد لحال، لإنه الكاجو حسّيته بياخد اللون فورًا، أمّا اللوز لأ بيطوّل إنه لحتى ياخد اللون، يعني لازم يتحمّص كل واحد لحال. بس يعني صارت الحمد لله، وأهم شي إنه ما احترق بس إنه أخد اللون الزيادة، يعني ما عطى إنه طعمة محروق لا، لأ أبدًا، الحمد لله رب العالمين، وأهم شي النتيجة، كان كل شي تمام. وحتى هون هلأ هون خلص حمّرت الفاروج بالفرن متل ما انكم شايفين، صار عن جد شكله هيك واستوى وشكله بيشهي وطعمته الحمد لله رب العالمين، والله هيك ديما نعمة يا رب ويحفظها. وهلأ هون بالنسبة للكبسة شوفوا أنا ما باحب الخضرة يلّي بدها تنحط مثلًا مثل البصل أو التوم أو الفليفلة البندورة يلّي بدنا نقليها مشان الكبسة، ما باحبها تكون خشنة، باحبها ناعمة، وحتى البندورة باحب أخلطها بالمكسر أو بالخلاط يعني مشان تكون إنه ناعمة.
ما تكون هيك تطلع شقف بالكبسة. هلأ هي دابت يعني البندورة، بس أنا بافضّل إنه تنخلط بالخلاط، طعمتها بتطلع أطيب، عفوا مو طعمتها، شكلها. إنه ما باحب، أنا باحب الرز بس يبين أصفر ما يكون عليه خضرة. بس لأ الحمد لله نجحت وكان كل شي تمام وألف الحمد لله. وهي صلصة الدقوس كانت جاهزة وطلعت طيبة، طيبة كتير، كتير الحمد لله. وأهم شي يكون إنه إلها يعني حد تكون. هلّأ نحن بالنسبة لإلنا إنه طيبة، نحن بنحب الحد يعني، بما إنه بنحب الحد لأ كلّه تمام. إيه والله الحمد لله رب العالمين. ومتل ما انكم شايفين هلّأ هاي الصينية اللي اشتريتها جديد اللي شاركتكم فيها بالفيديو الماضي، هي أول مرّة باحط يعني أول استعمال لإلها إنه باحط فيها الكبسة. حبيت أحط فيها الكبسة إنه هيك تبين متل المنسف يعني قال. إيه والله. هلأ هي ما إلها سَك بالأكل لأ، أنتم بتعرفوا هيدا الشي، بس أنا حبّيت إنه هيك أغيّر شكل وأحطّها إنه هيك تبيّن. إيه والله الحمد لله رب العالمين، الله هيك يديمها يا رب نعمة. وهون جيت آخر يعني مو آخر السهرة، بالسهرة يعني، إنه هيك أحط لهم شوية فواكه مشان إنه ياكلوا يعني، كلّياتنا يعني هيك بالسهرة. وعندي هون عنب، اللهم صل على النبي، هذا نحن بنقول له عنب الحلواني، هذا اللي لونه أحمر. كتير طعمته طيبة وبنحبه، وبالذات إذا كان يكون بارد كتير. هلأ أنا لمّن جِبته، أنا صار لي فترة بانزل على السوق مثلًا باطلّع ما بيعجبني، بس صدفة هلأ إنه لمّا نزلت لقيت هيك شكله عجبني وما كتّرت حتى كتير. أنا ما عم باكتّر، حكيت بالفيديو الماضي وقتها. أنا من يعني شوفوا الخضرة الكمية اللي جبتها هي اللي قدّامكم بس على فكرة، يعني الفواكه، يعني متل الدراق جبت شي 5 حبّات، خيار جبت كيلو. العنب هذا الكمية اللي شايفينها أنا جبتها بس، ما جبت كتير أبدًا، أبدًا. قُلت لكم أنا اللي عندي البراد يعني متشرِّك يعني عطلان وبده تصليح وعم نجيب كل شي أول بأول. وهلأ بدي على أساس إنه أفضّيه وشغلة يومين ييجي الزلمة يعني يصلّحه، بس لسه ما جبنا الزلمة. تركناها شغلة يومين 3 بس لنخلّص هيك نقشّط البراد على الأخير. بس هون الفواكه أنا ما باحسب بلا الفواكه. لمّا نزلت على السوق جِبت، وما عم باجيب كتير متل ما قُلت لكم، يعني قُلت لكم حاطّة شيلة، كل شي عم باجيب إنه ما يزيد عندي. إي والله. بس هون لمّا شِفت هاد العنب ما قاومت وشِفت الخضرة هيك كويسة كانت بالسوق الفواكه، جِبت شوي يعني متل ما قُلت لكم ما كتّرت. وحتى يعني عن جد ما بعرف يعني إيش بدي أقول لكم، إذا بقى لكم الفواكه عم باجيبها وما بتعجبنا يعني هو نعمة الله، بس إنه ما عم تيجي طيبة أبدًا، أبدًا. بس إيش بدنا نساوي يعني ولاد أو نحن إنه واحد بيشتهي يعني. والحمد لله رب العالمين. وهون قُلت لها لبنتي بالسهرة قومي بقى أنتِ ساوي لنا قهوة فنجانين هيك نروّق بقى فيُّن. ساوت لي والله فنجان إلي وفنجان لأبوها، الله يعطيها العافية، والحمد لله رب العالمين. وهلّأ بدي منكم إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك وتعليق حلو هيك متلكن، واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد أنا بانزّله. الله وكيلكن، ضليت 3 ساعات بهذا الفيديو عم بامنتج فيه وهلّأ عم باحكي فيه، يعني أخد معي دقالكم 3 ساعات عن جد والله وأكتر. وإن شاء الله هيك ينال إعجابكم، وهلّأ بقى لكم سلام.